السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتي، قناة كوكي كومي تعليم الكروشيه. معاكم كوكي. النهاردة هنتعلم مع بعض درس رقم 5 في سلسلة دروس تعليم الكروشيه، الكورس اللي ابتديناه مع بعض. الدرس رقم 5 فيه. الدرس اللي فات اتعلمنا فيه ازاي نعمل السلسلة. الدرس بتاع النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل غرزة الحشو. أول درس في الغرز كنا خدنا فيه إن احنا ازاي نعمل في السلسلة غرزة السلسلة بالشكل دوت. خدنا فيه مع بعض إن احنا هنعمل غرزة السلسلة. قلتلك في الفيديو إن انتي لازم عشان تكوني قلتي خلاص إن أنا بقيت بعرف أشتغل، إن انتي تكوني بتعملي السلسلة كويس، الغرز كلها قد بعض معاكي، مفيش غرزة كبيرة وغرزة صغيرة، كل الغرز قد بعض. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل غرزة الحشو معانا. انا هبتدي كده بعدد سلاسل، مش مهم العدد زوجي او فردي، مش مهم، العدد هيكون بالشكل دوت. ده كتعليم الاول. عشان اعمل غرزة الحشو هعمل ايه؟ انا زي ما علمتك مسكة الخيط كده، والشغل هنمسكه كده بالشكل ده كده. انا هاجي هنا اول اخر سلسلة انا اشتغلتها مش بشتغل فيها، دي انا مش بشتغل فيها، انا هروح على طول على اللي بعديها. شايفة كده السلسلة بيكون ليها حلقتين، حلقة هنا وحلقة هنا. انا هشتغل في الحلقة اللي هنا اللي فوق من ناحية ايدي بالشكل ده، هدخل فيها الابرة كده، بقت الحلقة معايا على الابرة، هسحب الخيط من ورا وهخرج بيه، فبقى معايا 2 حلقة على الابرة بالشكل ده. هلف الخيط معايا مرة كمان وهخرج من الحلقتين دي كده، اسمها غرزة الحشو بالشكل ده كده. تاني معايا حلقتين بالشكل ده كده بيكونوا في غرزة السلسلة. انا بشتغل في الحلقة اللي فوق، هدخل فيها الابرة كده وهسحب الخيط من ورا، فبقى معايا 2 حلقة على الابرة، بلف لفة كمان من ورا اهي، وبخرج بيها من الحلقتين اللي معايا على الابرة بالشكل ده كده. ده شكلها اهو، دي اسمها غرزة الحشو. تاني بدخل هنا كده اهو، هسحب الخيط من ورا، معايا حلقتين على الابرة، هلف لفة كمان واخرج من الحلقتين بالشكل ده كده. هفضل اكمل كده لنهاية السطر. كل سلسلة هتقابلني اشتغلتها هدخل فيها بالشكل ده وهسحب الخيط، هيبقى معايا لفتين على الإبرة، بسحب لفة كمان وبخرج من الاتنين. ده شكل غرزة الحشو معايا. بفضل اشتغل كده لنهاية السطر اهو. كل سلسلة تقابلني هشتغل فيها غرزة حشو وارجعلك تاني بالشكل ده كده. انا اشتغلتها كلها اهو، وهنا وصلت لاخر سلسلة معايا، ما تنسيهاش بالشكل ده كده. دخلت فيها وهسحب الخيط واشتغلت غرزة حشو، دي كده اسمها غرزة الحشو معايا اهي. طب انا كده مثلا خلصت اهو السطر كله، محتاجة ان انا اطلع سطر جديد. هعمل ايه؟ هرتفع ارتفاع 1 سلسلة فقط اهي كأول غرزة حشو، اللي هي هتكون قصاد اخر غرزة حشو انت اشتغلتيها. يبقى انا كده لما هلف الشغل مش هشتغل هنا، عشان انا خدت غرزة سلسلة اهي، فبقت معايا بمقام اول غرزة حشو هنا، فانا هنا مش هشتغل هنا على طول، يبقى هفوت دي وهشتغل في اللي بعديها على طول غرزة حشو. شايفين اتعدلت معايا اهي. دي كده مهم قوي، السلسلة اللي انت بتاخديها بتكون ارتفاع لاخر سلسلة في السطر القديم، فما بتشتغليش فيها
بالشكل ده كده. الجرزة بتكون معايا شبه الضفيرة اهي من فوق، شايفاها؟ كل الحلقات قد بعض، لازم توصلي لكده ان كل الجرز معاكي تكون قد بعض بالشكل ده اهي شبه الضفيرة. بدخل ازاي؟ بدخل من تحت حرف الفي ده، شايفين اهو بتكون معايا حرف في اهو. انا بدخل بالابرة كده، يكون حرف الفي فوق معايا على الابرة اهو، وهسحب الخيط وهلف لفة كمان معايا كده لفتين، هخرج من اللفتين دي كده غرزة حشو. بكرر كل دوت في كل الحلقات معايا دي بالشكل كده ده لحد ما اوصل للنهاية. بدخل تحت حرف الفي بالشكل ده كده، الحلقتين معايا على الإبرة اهم، بلف لفة على الإبرة من ورا وبسحبها وبلف لفة كمان وبخرج من الحلقتين اللي معايا بالشكل ده كده. هكمل في كل حروف الفي اللي معايا اهي، او كل الضفيرة دي اخلصها وارجعلك تاني بالشكل ده كده. أنا خلصت السطر رقم 2 اهو، الغرزة ابتدت تبان معايا هنا. انا عندي اخر غرزة دايما ما ننساهاش، دي مهمة اوي، بدخل فيها بالشكل ده كده وبشتغل غرزة حشو، دي اللي بتعدل لي السطر معايا كده. هعمل السطر التالت ازاي؟ نفس الحكاية، برتفع غرزة سلسلة وبلف الشغل كده اهو، وهاجي هنا. طبعا انا قلتلك السلسلة دي اهي بمقام اول غرزة حشو دي، يبقى انا مش هشتغل في غرزة الحشو دي، انا هشتغل في اللي بعديها على طول، عشان ما تلاقيش نفسك انتي بتتزايدي وما تبقاش مظبوطة معاكي بالشكل ده كده. نفس الحكاية معايا هنا اهو، شكل نفس الضفيرة اهي. بعمل ايه؟ بدخل هنا، يكون حرف الفي معايا فوق اهو على الابرة، بسحب الخيط وبخرج منه معايا لفتين، بلف لفة كمان وبخرج من اللفتين اللي معايا على الابرة وبمشي السطر كله. ما بنساش اخر غرزة دي لازم اشتغلها، بتكون مايلة شوية مش بتكون مستقيمة زي دول فوق، بتكون هنا بتكون مايلة كده هنا، فما بنساهاش بالشكل ده كده. نكون مع بعض عرفنا ازاي نعمل غرزة الحشو، تفضلي تشتغلي عليها سطور. الهدف من الفيديو دوت ان انتي تكوني خلصتي غرزة الحشو، تكوني بتعرفي تعمليها بالشكل ده، مفيش واحدة اكبر من واحدة، كل غرز قد بعض. تمرني عليها كتير واستنيني في فيديو جديد لغرزة تانية جديدة، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا لكم.